في الساعات الأخيرة اكتشفوا موجة التجسس كبيرة عن طريق إضافات خبيثة على متصفحي كروم وإيدج. ملايين مستخدمين ممكن يكونوا متعرضين من غير ما يحسوا. الإضافة بتتبنى شكل أداة مفيدة، حطات تعمل بلوك للإعلانات أو ثيم أو أداة لتحسين الفيديو، لكن وراها شفرة بتجمع كلمات المرور، بتسجل نشاط التصفح، أو بتسرب بيانات من الصفحات اللي بتزورها وتبعتها للسيرفرات المهاجمين. الحاجة الأخطر إن الإضافات دي بتتعامل داخل المتصفح، فبتوصل لمعلومات كتير، كوكيز، جلسات تسجيل الدخول، وحتى محتوى الصفحات اللي بتفتحها. الأسلوب اللي بيشتغلوا بيه بسيط وذكي. ينشروا الإضافة على المتاجر الرسمية باسم حسابات وهمية، أو يدفعوا بمراجعات مزيفة والناس تثق وتنزلها. بعد كده الإضافة تطلب صلاحيات واسعة، صلاحية قراءة الصفحة كاملة أو تعديل المحتوى، وغالباً الناس بتوافق من غير ما تبص. نتيجته اختراق خصوصية واسع، سرقة حسابات ورسائل تصيد مخصصة بتوصل للملايين. عشان تحمي نفسك فوراً، شوف دقيقتين دول. راجع كل الإضافات اللي عندك ومسح اللي ما تعرفوش أو اللي ما تهتمش بمطوره. شوف صلاحيات الإضافة. لو بتطلب قراءة كل الصفحات أو الوصول للبيانات على مواقع حساسة زي البنوك، أشك فيها فوراً. نزل الإضافات من المتاجر الرسمية بس، وأقرأ التعليقات بعين ناقدة. لو في شكاوى عن سلوك غريب ما تنزلهاش. فعل المصادقة الثنائية للحسابات اللي تستخدمها على المتصفح، واستخدم مدير كلمات مرور بدل تخزين الباسوردات على المتصفح. لو بتحب تمشي خطوة زيادة، استخدم ملف تعريف بروفايل منفصل للتصفح العادي وآخر للتعاملات البنكية. وأهم حاجة، حدث المتصفح دايماً، لأن التحديثات بتسد ثغرات ممكن الإضافات تستغلها. القصة دي بتشرح لك قد إيه الراحة قدام شاشة بتخفي خطر كبير. أداة بسيطة ممكن تتحول لجاسوس يسرق خصوصيتك. لو شفت إضافة مريبة، امسحها وغير كلمات السر المهمة فوراً. لو الفيديو أفادك، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نوصل لك كل جديد عن حماية الخصوصية والأمن السيبراني. وسيب لنا في الكومنت لو حابب أعمل فيديو أشرح فيه إزاي تفحص صلاحيات الإضافات خطوة بخطوة.